بعد قليل برنامج أيقونات كربلائية مع عمار رميض. راديو الحقيقة يقدم لكم برنامج أيقونات كربلائية. والهوى والحب كربلاء. النخل تاجها والشمس والحناء. أيقونات كربلائية، برنامج يحاور شخصيات لها بصمات إبداعية في الوسط الفني. الفنون التشكيلية إلى 3 فروع اللي هو الرسم والخزف والنحت. أنا درسني أساتذة مميزين، سامي عبد الحميد، جعفر السعدي، في مجال الفن والنثر والأدبي. محافظة كربلاء محافظة تزخر بالإبداع، يعني منين ما تمد ايدك تلقى لك أديب وشاعر وفنان. والرياضي. يعني أجمل المباريات في تاريخنا كله. لعبت في فريق الازدهار ومع عمالقة. كربلاء حقيقة تزخر بالمدربين الرائعين والجوانب الأخرى الإبداعية. إنها كربلاء بلاد أمير الأئمة والشهداء، بلاد المآذن والقبة الساجدة، مدينة الحسين. أيقونات كربلائية، برنامج من إعداد وتقديم عمار رميض. برنامج أيقونات كربلائية في الإخراج وعلى الهواء مباشرة حيدر البياتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم، أسعد الله صباحكم وأوقاتكم بكل خير وعافية وبركة. حلقة جديدة من برنامج الإبداع والمبدعين، برنامج أيقونات كربلائية. في البداية تقبل تحياتي من خلف المايك عمار رميض، ويرافقني على منصة الإخراج حيدر البياتي. كونوا معنا. وضيف الحلقة لهذا الأسبوع الضيف من أيقونات كربلاء، وضيف استثنائي وله حضور ملفت للنظر في محافظة كربلاء. كونوا معنا وضيف الحلقة مستمعين الكرام. من يعشق التاريخ فإنه يعشق الحياة بعنفوانها وألقها. التاريخ هو سيرة وأمانة، وتوثيقه مسؤولية تتطلب الصدق والشجاعة والجرأة والحق، لأنه يمثل الحقيقة. وهذا ما ينطبق على ضيف برنامجنا لهذا الأسبوع، موسوعي كربلائي يمثل أيقونة كربلائية بحق. في التوثيق والتأليف والأرشفة والسفر عبر العصور السالفة والسنوات الماضية، ليوثق ويكتب وينقل لنا ويصف أحداث الماضي بكل صدق وعفوية وأمانة وتجرد. هو من مواليد محافظة كربلاء. أول كتاب صدر له كان بعنوان كربلاء وثورة العشرين، لكنه لم يرى النور بوقتها لمنعه من قبل مديرية الرقابة والإعلام، لكنه أعاد طبعه مرة أخرى عام 2008 بعدما أنجزه عام 1975، وبقي محتفظا به في الأدراج 34 سنة. له مؤلفات عديدة، منها لمحات تاريخية عن كربلاء عام 1989، ثم رجال العراق والاحتلال البريطاني في جزء واحد عام 1990، بعده هذا الحسين عام 2000،
وسنترك بقية نتاجاته مستمعين الكرام للحوار معه بعد قليل. شغل ضيفنا الكريم منصب مرشد وموثق ودليل في المتحف الحسيني في العتبة الحسينية المقدسة، وذلك للتعريف بالتاريخ الكربلائي والحسيني وكل ما يتعلق من موجودات المتحف من مقتنيات وتحف وصور ومجسمات ولوحات وأثاث وكتب وغيرها. حل ضيفا على إذاعتنا في برنامج أيقونات كربلائية إنه الكاتب والمؤلف والمؤرشف الموسوعي الأستاذ سعيد رشيد زميزم، فأهلا به وسهلا. مرحبا بك الأستاذ العزيز حجينا أستاذ سعيد رشيد زميزم، ضيف عزيز علينا بأيقونات كربلائية. أهلا وسهلا بحضرتك وأشكركم شكر جزيل على إتاحة هذه الفرصة. نعم الله يخليك حجينا، ومشكورين شكرا جزيلا على حضورك اليوم ووطيتنا من وقتك الثمين. لا أنا ممنون بخدمتكم. الله يخليك خادم الحسين حجينا، ونفتخر بك من أيقونات وقامات كربلاء الحقيقة المبدعة. الله يخليك. الله يحفظك حجي أبدي ويا حضرتك كربلاء شنو أعطت السعيد رشيد زميزم؟ نعم حقيقة كربلاء هي يعني يعجز اللسان ويتعب القلم عن الحديث عن حبي وتقديري وولائي وارتباطي لهذه المدينة العريقة، مدينة آبائي وأجدادي. حقيقة أنا مقصر أن أتكلم عن هذه المدينة وحبي العميق لها. نعم حجي والدك شنو ترك بداخلك؟ حقيقة يرجع الفضل الكبير إلى والدي أو إلى المرحوم والدي في سلوكي لهذا التاريخ أو في سلوكي لهذا العمل، حيث أتذكر أنه كنت أنا في الصف الخامس الابتدائي. فجئت إلى المرحوم الوالد الذي كان يمتلك مكتبة بسيطة في البيت، قلت له ما نصه أريد أن أصبح مؤلفا، فضحك وقال لي كيف يا ولدي؟ قلت له أرغب، فقال لا بس، فمد يده في جيبي وخرج 10 فلوس. ذاك الوقت 10 فلوس لها قيمة أكيد. وقال نروح اشتري قلم واشتري ورقة وشنو تريد أنا وياك، وبذلك تعتبر هذه النقطة الأولى في طريقي لهذا السلوك. نعم حجي فترة طفولتك وذكرياتك عن كربلاء ضمنتها بكتاب؟ نعم هسه أنا حقيقة أصدرت ما يقارب أو ألفت ما يقارب 20 كتاب عن تاريخ كربلاء. طبعا منها ما يقارب 9 أو 8. مضامين هذه الكتب تتحدث عن كل ما له علاقة في كربلاء، تاريخها، تقاليدها، شعراءها، أدبائها، أمورها، مهنها، حرفها وغيرها من الأمور. نعم جميل. يعني حدود 8 كتب 9 كتب انطبعت تمام، والباقيات الباقي ان شاء الله في طريقها للطبع. والانطبعت يعني حقيقه طبعت في بيروت. وقسم طبعتها العتبة الحسينية مشكورا بالتوجيه من سماحة الشيخ الكربلائي، حقيقه له فضل كبير على لان ما يقارب العتبة طبعت لي بحدود 10 كتب لحد اليوم، والان عندي تقريبا 7 أو 8 مخطوطات ايضا في طريقها الى الطبع من قبل العتبة وبالتوجيه من سماحة الشيخ. الحمد لله. حجي شنو علاقة بذهنك من فترة الطفولة عن كربلاء؟ والله حقيقة الموجود له أعداء كثيرة جدا، ولكن مثلا أتذكر مثلا كنا نطير طيارات نصعد بالسطح مثلا السباحة في نهر الحسينية، مثلا حضور المجالس الأدبية كمجالس الخطابة، يعني القرايات احنا نسميها، أو محافل القرآن. هاي كلها حقيقة كانت كربلاء تزدحم بها، وكما تعرف أنه كربلاء كانت مدينة صغيرة أكيد ومترابطة، وهي مدرسة يعني عبارة عن كربلاء يعني مدينة دينية صرفة أكيد، وتأثير كبير إلى وجود المرقدين المقدسين وخطباء المنبر والعلماء والأدباء والمفكرين، كانت تزدحم فيهم مدينة كربلاء. نعم. حجي من المؤرخين من جيلك متأثر أحد بهم من كربلاء؟ أنا حقيقة أعتبر أستاذي الأول واللي له عليه فضل كبير هو الدكتور سيد سلمان هادي طعمة، معلمي الأول إن شاء الله. الله يطول عمره إن شاء الله والعافية. أي والله الله يطول عمره إن شاء الله. معلمك الأول تعتبره؟ أحسنت، معلمي الأول بدون نقاش. يعني تأثرت به؟ تأثرت به، وكان له دور كبير في توجيهي وفي مراجعة مؤلفاتي، وحتى كان يتابعني في الطباعة في لبنان. مشكور يعني.
نعم. حجي الخط مالته يختلف عن الخط مالتك بالخصوص التاريخ. هو الأستاذ يعتبر، أنا تلميذه. نعم. هذا شيء جميل والله. الله يحفظكم ويطول عمركم إن شاء الله. رحم الله والديك. إن شاء الله. حجي حدثني عن مؤلفاتك. حقيقة أنا مؤلفاتي من عام بديت به؟ بديت من السبعينات. نعم. كان أول كتاب هو كربلاء وثورة العشرين، ولكن السلطة في وقتها نعم منعته، وبعدين ما يعني هذا ما ردعني هذا الأمر، وإنما بديت أكتب وأليف إلى أن صارت الفرصة بعد سقوط النظام. طبعا قبل سقوط النظام أيضا طبع لي في بيروت كم كتاب وسوف أتحدث عنهم. مثلا إن شاء الله. طبع لي في بيروت هذا الحسين نعم في مؤسسة البلاغة، وطبع لي في بيروت رجال حول الحسين في نفس المؤسسة، وطبع لي في بيروت قبس من كرامات الحسين بدار الفكر الإسلامي، وانطبع لي في بيروت الفرق والمذاهب الإسلامية أيضا في بيروت. يعني بعض من أدفة نبذة تعطينا عليه نبذة عنه. مثلا أعطيك نبذة عن رجال حول الحسين. نعم. هذا الموضوع حقيقة مهم جدا، حيث اختلف المؤرخون. نعم. فمنهم من يقول أن أنصار الحسين 72 واحد، ومنهم من يقول أن أنصار الحسين 82 واحد، ومنهم من يقول أن أنصار الحسين 95 واحد، ومنهم من يقول أن أنصار الحسين 125 واحد، ومنهم من يقول أن أنصار الحسين 145 واحد. أنا شخصيا تأثرت بهذه المقولة، واللي أن عددهم 145. فبدأت أبحث في مكتبات في بيروت وفي القاهرة وفي دمشق وفي طهران وفي مشهد، إضافة إلى النجف الأشرف، إضافة إلى مكتبتي الخاصة المكتبة العامة التي زادت كتبها عن 10,000. إن شاء الله شرفنا في اليوم. إن شاء الله. أحسنت. فأثرت على رواية مكررة في العديد من الكتب منقولة عن الإمام الباقر عليه السلام، الذي كان حاضرا في معركة كربلاء، وكان عمره يتراوح بحدود 5 سنوات. وكما تعرف أن الإمام إمام معصوم أكيد، بالرغم أنه صغير كبير أكيد. ما علينا. فعليه رواية تقول: رحم الله أنصار جد الحسين فقد كانوا 100 راجل و45 فارس. فأخذت حقيقة بهذه الرواية ودخلت إلى بطون الكتب وتأكدت من صحتها ومن دقتها، وعليه أصدرت هذا كتابي رجال حول الإمام الحسين عليه السلام. وبعدين العتبة مع الأسماء حجينا، مع الأسماء ومع الألقاب ومع الرجز الشعر مالهم. نعم. وهذا حقيقة حديث طويل، أخاف ماكو مجال أن أتحدث لك عليه. كل الوقت لك. أحسنت. طبعا المصادر التاريخية تقول بأن الإمام الحسين عندما عزم على التوجه إلى العراق مر ب34 منطقة، من المدينة المنورة إلى كربلاء، إلى قصر مقاتل كان آخره. وفي هذه المناطق اللي كان يمر بهن الإمام الحسين كان يلتحق معه الآلاف، حتى تذكر بأنه عشرات الآلاف أصبحوا من أنصار الحسين. كل ما يمر في منطقة يلتحق به. ولكن الأمر تغير عندما التقى بالفرزدق وهو شاعر كبير معروف، فقال له: كيف حال العراق؟ فقال له: قلوبهم معك وسيوفهم ضدك. فصار تململ بالذين انضموا إلى الحسين. ثم تقدم الإمام الحسين، لقى مجموعة من قبيلة بني أسد، يعني شلون نقول بالطريق. فقالوا له: نعزيك بهاني بن عروة. فبدأ الألم على الإمام الحسين، لأن باعتبار أنه كان مطمئن من ولائهم للكوفة. ثم تقدم فجاء له: أنه نعزيك بمسلم بن عقيل. ثم قالوا: نعزيك بعبد الله بن يقطر الذي أرسله إلى مسلم بن عقيل. وهكذا بدأ التململ على أنصار الحسين، فكلهم تركوا الإمام الحسين ولم يبقى معه سوى 600 شخص. وهذا ذكرها المسعودي في كتابه مروج الذهب. وهؤلاء بقوا معه إلى أن جاء إلى كربلاء واستقر إلى يوم 9 ليلا، حيث دارت مفاوضات خلال هذه الأيام مع عمر بن سعد ومع الإمام الحسين. وبعد أن فشلت، لأن أرادوا مطالب رفضها الإمام الحسين وهي البيعة وغيرها، فجمعهم الإمام الحسين وقال: أن القوم يستهدفوني، فمن أراد منكم الانصراف فلينصرف. وعليه بقى معه 72 شخصا. ولكن هؤلاء 72 قضوا ليلتهم
مع الإمام الحسين بقراءة القرآن والاستعداد للحرب. وعند فجر اليوم العاشر وهو يوم المعركة التحق 32 شخصا من جيش عمر بن سعد، وهؤلاء كانوا من موالين أهل البيت، لكن السبل انسدت عليهم. فكما يقول بالاصطلاح الشعبي العراقي سووا كلاو شرعي، فقاموا بالتطوع بجيش عمر بن سعد من أجل أن يوصلون إلى كربلاء ومن ثم يلتحقون بالإمام الحسين. صار المعلوم؟ هذا واحد. الشيء الثاني التحاق الحر مع أخيه مع خادمه قرة مع أولاده الثلاثة. الآخر التحق علي أخو حبيبنا مظاهر، ثم التحق فيما بعد ما هو في رواية 28 وفي رواية 16 من أهل البصرة، ثم التحق منهم مجموعة من أهل الكوفة أيضا، وبذلك يصبح العدد 145 كما قال الإمام. هذا وجهة نظري طبعا، مع احترامي إلى وجهة نظر المؤرخين، وكل واحد لديه وجهة نظر. أكيد. حاج حضرتك فقط أنت اعتمدت هاي النقطة عن هذا الكتاب؟ لا أكو بعض المؤرخين، ولكن أنا وسعتها واصدرت كتاب يعني مفرد وخاص ومستقل بهؤلاء الشهداء الأبرار. نعم. حاج المؤلفات بخصوص كربلاء، اي نعم، حدثنا على البعض بعدين نبذة عليهم. صار اي نعم. طبعا مؤلفات عن كربلاء قلت لك عديدة عندي، لا تزال قسم مخطوطة. أما المطبوعة فهي كربلاء وثورة 20. نعم. دور القيادي طبعا كان لكربلاء في ثورة 20. أكيد. وهذا ما أجمع عليه المؤرخين من خلال وجود قادة الثورة، ومن خلال تشكيل مجلس أعلى للثورة كان مقره بالوند، ومن خلال تواجد قائد الثورة الشيخ محمد تقي الحاري رحمة الله عليه. الكتاب الثاني كربلاء والعهود الماضية. يتحدث كربلاء بالعهد البابلي، ثم العهد الإسلامي، ثم العهد الأموي، ثم العهد العباسي، ثم العهد البويهي، ثم العهد السلجوقي، ثم العهد العباسي الثاني، ثم العهد التركماني دولة الخروف الأسود والأبيض، ثم الدولة الجلائرية أو العهد الجلائري، ثم العهد المغولي، ثم بعدين العثماني، وبعدين البريطاني، وبعدين الملكي، وبعدين الجمهوري، وبعدين الاحتلال الأمريكي، وبعدين الاعتراف بسيادة العراق. هذا حقيقة كتاب قيم وانطبع في بيروت. كم صفحة؟ هذا تقريبا بحدود 280 صفحة. الكتاب الآخر هو كربلاء قديما وحديثا، أيضا كتاب انطبع في بيروت في دار القالي، تبنته مؤسسة الثقلين في كربلاء طبعته. الكتاب الآخر كربلاء تاريخا وتراثا، كتاب قيم بحدود 400 صفحة أو 380 صفحة، طبعته العتبة الحسينية مشكورة. عن شنو صفحات عن هذا 45 فصل يتحدث عن كل صغيرة وكبيرة تخص مدينة كربلاء. كتاب ثاني الأمثلة الكربلائية يتكون من 1000 مثل. هذا مخطوط بعد ما انطبع، يعني هسه موجود عندي. شو وقت ترى النور ان شاء الله؟ وان شاء الله بعد تدري بالسرة. اكيد. الكتاب الآخر اللي هو حقيقة أنصار الحسين ورجسهم في معركة كربلاء، يعني له علاقة في كربلاء. أكيد. أحسن. بعدين شخصيات كربلائية، هذا أيضا مخطوط. وحقيقة الآن دا اشتغل أنا، وأزرت لي لأن عتبة أيضا قبل فترة كتب ألفت عن كربلاء. هذا يعتبر مصدر للباحثين بحدود 300 كتاب، عربي وفرنسي وإنجليزي وفارسي وتركي وأوردو وغيرها من اللغات. شكو كتاب عن كربلاء موجود في هذا الكتاب حقيقة، وانطبع وتوزع. ولدي الآن أيضا قحط الطبع في العتبة الحسينية كربلاء بأقلام رجال الفكر والسياسة، أيضا هم موجود كتاب يعني قريبا يرى النور إن شاء الله. إن شاء الله. نعم. حجي آخر مؤلفاتك؟ آخر مؤلفاتي صدر قبل شهرين هو الشبك. شبك هاي طائفة إسلامية شيعية 12، ولكن لم يسلط الضوء عليها حيث كانت محاربة في العهود الماضية. وصدر قبل شهر كتاب قيم، وحقيقة استفادوا من أدى يعني كلش. عن شنو يتحدث تفاصيل؟ أحسن يتحدث عن عقائد الشبك وأفكارهم وتقاليدهم والمناطق اللي يتواجدون بها ومحنتهم التي أصيبت سواء في زمن النظام السابق وفي زمن العثمانيين قبل وفي زمن داعش. شلون قدرت تجمع هاي المعلومات؟ أنا حقيقة عضو في لجنة توثيق جرائم داعش من قبل العتبة الحسينية، فزرنا هذه المناطق كلها، الموصل وصلاح الدين وسامرة وتكريت وبلد وكركوك وديالة، وبعدنا متواصلين إن شاء الله.
ان شاء الله. حجي راح نطلع لهذا الفاصل ونعود ان شاء الله. ان شاء الله. مستمعي الكرام، راح نخرج هذا الفاصل وضيافتنا اليوم في ايقونات كربلائيه المؤرخ الكربلائي الاستاذ سعيد رشيد زميزم. نخرج لهذا الفاصل ولا نعود. عدنا إليكم مستمعي الكرام مجددا وأيقونات كربلاء وضيافتنا الأستاذ سعيد رشيد زميزم. حياك الله يا حجي. الله يخليك عيني. الله يخليك حجي. جغرافية كربلاء، نعم. حدثنا عن هذا الجانب. نعم. وأول الأحياء تكونت بها نعم. وصارت بها في كربلاء. سهل. نعم. كما هو معروف بأن كربلاء كانت عبارة عن منطقة تابعة إلى، في العهد العثماني تابعة إلى محافظة بغداد، يعني مو بغداد، قصدي الفرات الأوسط، يسمى بالسنجق. كان يضم كربلاء والحلة والشامية والمشخاب والنجف وهذين الأمور. نعم. طبعا بغداد غير محافظة، تضم غير أشياء. أي نعم. وكانت كربلاء بعد أن استقل العراق، يعني قصدي بعد تأسيس الحكم الوطني من قبل الملك فيصل الأول سنة 1921 تم تأسيس محافظة اللي سابقا كانت تسمى لواء كربلاء. لواء كربلاء ممن كان يتكون؟ نعم. كان يتكون من قضاء النجف وقضاء الكوفة تابع إلى كربلاء. نعم. وقرى بسيطة اللي كانت تسمى بالنواحي. وبعدين تطورت هذه النواحي، أصبحت أقضية. صدر قانون محافظة 74 أصبحت مدينة النجف الأشرف محافظة. وكربلاء بالحالة أضافوا إلها مدينة طويريج. نعم. اللي كانت تابعة إلى الحلة أصبح تابع إلى كربلاء. نعم. وناحية الحر أيضا أصبحت قضاء. نعم. وأخذت يعني كربلاء تتوسع. أما بالنسبة كما تعرف أن كربلاء كان مركزها صغير جدا. نعم. والعوائل في مركز المدينة، والمدينة كانت تتكون من عدة أزقة. مثلا عقد الشراخ، عقد البرشة، عقد الجية، عقد الدباغ أو الدباغ، وهكذا. نعم. عقد الصافي. يعني فهذه العقود أو العقود أو الأزقة بها بيوت الكربلائيين. نعم. ولكن بال56 نعم. جاء محافظ اللي كان يسمى ذلك في تلك الفترة مصرف. نعم مصرف. قرر استحداث حي الحسين. أول حي الحسين سنة 56، حيث أرسل على تجار كربلاء. نعم. وطلب منهم أن يقومون بشراء القطع التي تم توزيعها أو فرزها. نعم. اللي كانت تحتوي على 700 متر 800 متر 900 متر، وسعر سعرها بدرهم ذاك الوقت. وأسس لهم محطة كهرباء، وجر لهم مي خابط للحدائق لأن تعرف 700 متر كلش كبير. أكيد. وأصبح حي الحسين أول حي في كربلاء. وكان كذلك أسس حي السعد في النجف، كما ذكرنا قلنا لك كربلاء أنه نعم. كانت النجف تابعة إلى كربلاء. طبعا. نعم. أحسن. نعم. أما الحي الثاني نعم. الذي أخذ بته هو حي المعلمين. وزعه عبد الكريم قاسم على المعلمين. نعم. وحي الآخر حي الإسكان هذا الموجود. نعم. هذا الإسكان حقيقة بناء عبد الكريم قاسم على شكل دور وزعها للموظفين بالأقساط. نعم. ثم أسس حي العباس في الستينات. نعم. نعم. حجيجنا اتصال. ايه. نعم. ويانا اتصال. ألو تفضلوا. صباح الخير. صباح النور والعافية. حياك الله يا سيد مهدي الحسيني. حبيبي تحياتي لك الضيف الكريم. يحييك الضيف إن شاء الله. ممنون. الله يسلمك شيخنا العزيز سيدنا أو حجينا عفوا. عندي سؤال. يا ريت تبين لي سيدة خولة الإمام الحسين عليه السلام على أبو عبد الله السلام. نعم. إيش وصل هاللبنان وياها بعد عرف إلها
ما يحضرني اسمها. صح. نعم. صفية. حضرتك انت عندك المام هذا نعم الموضوع. نعم. وان شاء الله ان شاء الله يشرح لنا الموضوع بشكل وافي ورحم الله والديك. ان شاء الله. بسيطة ان شاء الله. حياك الله سيدنا. ممنون انك سيدنا، شكرا على اتصالك. مع الف سلامة، حياك الله. حجينا تجاوب على السؤال؟ ايه بكيفك تجاوب؟ اي نعم جاوب. نعم. تذكر المصادر التاريخية بأن السبايا خرجت يوم 11 محرم من كربلاء. ومرت في الكوفة وقضت في الكوفة 3 أيام، ثم طلبها الطاغية يزيد فتوجهت إلى الشام عن طريق بغداد والمنطقة يسموها القادسية، ثم بلد، ثم سامراء، ثم الموصل، ثم تل أحفر، ثم سنجار، ثم نصيبين، ثم بالس، ثم حلب، ثم حمص، ثم حماة، ثم بعلبك. ومن بعلبك توجهت، لأن يصير بعلبك عبارة عن زاوية تدخل في ضمن الأراضي الشام سابقا كان يسموها. فتذكر بأنه كانت أحد بنات الإمام الحسين عليلة مريضة واللي تسمى بخولة، فتوفيت ودفنت في هذا المكان المقدس، وبقى المكان مخفي لا يعرف به أي شيء إلا ما يقارب تقريبا بحدود بالعهد العثماني. أحد أصحاب البساتين كان يجلب السماد ويعني يسمد بستانه، والسماد تعرفون من فضلات أجلكم الله الحيوانات. فشاهد بالمنام بنتا طيبة جليلة قالت له أن قبري هنا فلا تضع هذه المواد، وغير اتجاه النار فلم يلتفت. ثم جاءت عليه مرة أخرى وعليه ظل في ذهنه، فذهب إلى أسرة آل المرتضى اللي موجودة الآن في خدمة السيدة رقية والسيدة زينب وبقية المقدسات، وقال له بما شاهده. فتوجه هذا السيد وحمل الجثة، فحفر المكان ورأى جثة وكأنها دفنت اليوم، وحول مكانها. هذا ما ذكر في العديد من الكتب الموجودة الآن والمطبوعة في المكتبات العراقية واللبنانية وغيرها. نعم. أحسن حجينا. حجينا نرجع للموضوع خصوص جغرافية كربلاء والأحياء. نعم. أكمل حديثك في هذا الجانب. فقلنا أنه أسس حي الحسين سنة 56. ثم الإسكان أساس عبد الكريم قاسم بالستينات، ثم حي المعلمين، ثم حي العباس، ثم حي رمضان بال63 بعد سقوط نظام عبد الكريم قاسم. وبعدين حي العامل وحي الثورة يسمى. ثم توسعت الأحياء وبدت وإلى يومنا هذا. منطقة العباسية حجية تاريخ. منطقة العباسية منطقة قديمة كلش. وكانت العباسية الشرقية فقط، ولكن مدحت باشا طور كربلاء وفتح هذا الشارع الرئيسي اللي احنا سنسميه شارع باب قبلته، وبذلك أصبح محلتين، العباسية الغربية والعباسية الشرقية. نعم. حجي كربلاء حاليا أجمل لو بالسابق حجي؟ لا، أخو كربلاء سابقا كانت عبارة عن مصيف، مدينة صغيرة تحف بها البساتين، لكن فقدت كثرة الازدحام. بعد طبعا ازدحام الآن كربلاء نفوسها 3 ملايين أو 4 ملايين. نعم. فلازم تصير هاي تتوسع يعني. نعم. يعني تعتبر حاليا أكثر جمالية؟ هو أكثر جمالية من ناحية الإعمار كالديكور نقول. وكل زمان قولت نقول إلا في الطابع خاص. أكيد. أكيد. حجي سؤال هو افتراضي. سؤال قبل من أطرح السؤال جانا اتصال. ممنون. نعم، ويانا اتصال. اللي تفضلوا. أبو محمد حبيبي. نعم سيدنا. وياك سيدنا مرة ثانية. نعم سيدنا، حياك الله. ضيفك الكريم ما أكمل الإجابة، والسيدة قبل قالوا على أساس فيها أخذ. لا بس هذا لا هذا ما حكيت لك اياه موجود في بطون الكتب، ما اجيب شيء من كيفي انا. نعم. اكيد. لا ماكو. يقال انه اكو بنت اخرى بغير طريق اسمها صفية، ما عندي فكرة عنها. يعني مو بنت الامام الحسين هاي؟ ما ادري، ما مؤكد من عندها، ما متاكد من عندها. ما خولة بنت الامام الحسين. نعم. صفية ما عندي فكرة عنها. نعم. ممنون. شكرا سيدنا، حياك الله. ممنون. حياك الله سيدنا. نعم حجينا. سؤال افتراضي، الآن لو توجد في دائرة الزمن تعود بك إلى الوراء أحد العصور وتأرخ هذا العصر عن مدينة كربلاء، يا عصر ترجع إليه؟ طبعا اعتيادي العصر القديم أفضل لي. القديم شنو؟ لأن أنا عشته وكنت طفل. وكانت أواصر التواصل بين الأسر الكربلائية موجودة.
وتقاليد كانت كثيرة حلوة ولطيفة، أما الآن تغيرت، وهذا لابد من عنده يعني. أكيد أكيد. حجينا حدث عن متحف العتبة الحسينية. اي نعم. ودورك الفعال به، أكيد أنت أحد المؤسسين إن شاء لهذا الله المتحف. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. حقيقة كما هو معروف أن الإمام الحسين عليه السلام استشهد سنة 61 المصادف 12/10/680 للميلاد كما تذكر المصادر المضبوطة المعتمدة. وما أن استشهد حتى بدأت أفئدة المسلمين بالتوجه لزيارة المرقد الشريف. وكان الزوار على مختلف نقول عناوينهم، التاجر والزائر البسيط والزعيم والسلطان والملك والرئيس والأمير وغيرهم. فقام هؤلاء يهدون بعض الهدايا البسيطة كالسجاد، كالشمعدانات اللي كانت تضاء بها الصحن وغيرها من الأمور. ثم تطورت، أصبحت الهدايا كسيوف، قامات، غير أمور كنت يعني تتوسع، فأصبحت مواد ضخمة للحرم الحسيني يعني في مخازن العتبة الحسينية. ولكن مع الأسف الشديد تعرضت العتبة الحسينية المقدسة إلى العشرات من الهجمات من قبل الأعداء. وكان أول هجوم في تلك الفترة هو هجوم أبو جعفر المنصور سنة 146، حيث تم تهديم الحرم الحسيني وسرقة ما موجود من بعض الأشياء. ثم الهجوم الثاني في زمن هارون الرشيد 193. ثم الهجم الآخر سنة 247 من قبل المتوكل العباسي. ثم الهجوم الآخر من قبل ضبة بن أسيد سنة 369 هجرة. ثم الهجوم الآخر من قبل عصابة من قطاع الطرق 489. ثم هجوم آخر من قبل الحاكم العباسي المسترشد سنة 525. ثم جماعة من قطاع الطرق 858. ثم كان أعنفهم الهجوم الوهابي سنة 1801، حيث تذكر المصادر بأنه قد سرق حمل 3000 بعير من التحف، السجاد، المخطوطات، الأمور الأخرى. وآخرها الهجوم الأخير هو هجوم صدام سنة 1991، حيث ولكن بقت بعض الأمور المتضررة واللي بعض الأمور ما قدروا يعثرون عليها. فبعد سقوط النظام اقترح سماحة متولي الشرعي الشيخ عبد المجيد الكربلائي بتأسيس متحف للعتبة الحسينية يضم المواد الباقية والمتضررة. كم هجوم على كربلاء؟ ما قارب 12 هجوم، عدا بعض الأشياء الخفيفة، عصابات طرق وغيرها. نعم. نرجع لموضوع المتحف. نعم. فأمر سماحة الشيخ الكربلائي بتأسيس المتحف المبارك، وتم اختيار الأستاذ علاء ضياء الدين باعتباره فنان تشكيلي ويحاز على شهادة علمية. واختار سعيد الميزم معاونا له، وبادروا بالذهاب إلى المخازن وإخراج الموجود. ثم استعانينا بالمتحف العراقي، ساعدونا بترميم بعض الأشياء المتضررة وتم عرضها بهذا الشكل اللي موجود الآن. وبالمناسبة الآن هذا يعني المتحف سوف يتم تغييره، حيث أمر سماحة الشيخ ببناء متحف جديد يتكون من 5 طوابق في صحن العقيلة زينب، والآن واصل مراحل 80% تقريبا. وبعد إن شاء الله الأمور إن شاء الله تكمل، فسيتم وبذلك سيتم أيضا تزويده ببعض الأمور اللي لم تعرض. مثلا لدينا قرآن بخط الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام، لدينا شعر منسوبة للحية الكريمة للرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. حاليا وين موجودات؟ موجودة في مخازن العتبة في مكان آمن. ونعرضها الشعر ب3 شعبان مولد الإمام الحسين من كل عام يوم واحد، لأن كما تعرف الجو حار بارد أكيد. يأثر. فمن راح إن شاء الله نعرضها نخلينا في يعني جو نظامي يليق بها. وكذلك عندنا التربة اللي تحولت إلى الدم ومواد أخرى، عندنا مخطوطات ثمينة وغيرها من الأمور إن شاء الله يتم عرضها على المتحف الجديد إن شاء الله. حجي تقريبا ايش قد مقتنيات المتحف؟ آلاف مؤلفة. نعم. حجي حاليا هم تجيكم هدايا؟ نعم تجينا هدايا، ونرحب وندعو من خلال إذاعتكم أي موالي ومحب وزار لديه أشياء ثمينة يهديها للمتحف، احنا حاضرين لاستلامها ويجي على عين والرأس. يعني الهدايا تستقبلوا كل أنواع الهدايا؟ يعني الهدايا على أن يكون مضى عليه 100 سنة باعتبار التحفية. التحفية نظام المتاحف يجب أن يكون عمرها من 100 سنة فما فوق. متحف العتبة حجي مسجل يعني في الدار معينة؟ قدمنا طلبات جناب الشيخ جناب السيد لا يواصل هذا الأمور. حجي أول من شيد قبة على قبر الإمام الحسين بعد استشهاده. نعم.
أول قبة شيدت لقبر الإمام الحسين عليه السلام المختار الثقفي سنة 66 للهجرة. هو من أول شيء أول من إجا أعلن الثورة إجا لزيارة الحسين لاستلهام الدروس والعبر من صاحب القبر الشريف، ثم أمر بتشييد أول قبة للإمام الحسين عليه السلام، وكان ذلك سنة 66. نعم. أول رحال زار كربلاء حجي؟ الرحالة حقيقة قدام كثير جدا، ولكن على ما يبدو أن أول رحالة هو من بطوطة زار كربلاء سنة 700 وتقريبا 30 هجري. نعم. شو انطباعك كان عندك؟ انطباع رائع، كتب كتابة رائعة عن قيمة الحرم الحسيني وجماليته وازدحام الزائرين عليه والخدمة اللي كانوا يقدموها المشرفين على يعني أنصفنا. نعم. متوثقة حجي؟ نعم، أنا عندي كتاب كربلاء والرحالة الأجانب الذين زاروها. نعم. ذاكر رحلة من بطوطة. نعم. تقريبا 50 رحلة ذاكر، آخرها رحالة صيني قبل 4 سنوات تجاه الباسكل. نعم. أي نعم. أيضا التقينا به ووثقناه. نعم. هذا الكتاب انطبع وتوزع. نعم. أبرز شخصيات زاروا كربلاء من ملوك وسلاطين عبر التاريخ. ما تعبك، صدرت كتاب بهذا الخصوص الزعماء الذين زاروا كربلاء عبر التاريخ، أكثر من 400 نعم زار، بين ملك وبين سلطان وبين أمير وكل من كل الملل يعني. نعم. أبرزهم كل ملوك، رؤساء، سلاطين، مثلا رئيس شاه إيران السابق مثلا. نعم. رئيس الوزراء اليمني، ملك اليمن، ملك الأردن، رئيس جمهورية سوريا، واي بالعشرات. نعم. جميل. 400 شخصية. جميل. ذاكرهم كلهم والكتاب مطبوع. جميل. حجي راح نخرج هاي الاستراحة القصيرة ونرجع نكمل حوارنا الشيق والجميل مع حضرتك إن شاء الله. مستمعي الكرام، نخرج هاي الاستراحة القصيرة ولنا عودة بضيافتنا المؤرخ الكربلائي الأستاذ سعيد زميزم. أنا من سلالة أنهارها أو قناطرها الحادمة. الفرات أبي والبساتين أمي، وأنا نهرها العلقمي الصغير وشاهدي السهم والقربة الناظرة. أنا صبط أنهارها والحمام المقيم بحضرتها حتى اكتسى لون قاشانها، فهي زرقته لا يبارحها إذ يطير. صغيرا عدنا إليكم مستمعي الكرام مجددا، وبرنامج أيقونات كربلائية بضيافتنا الأستاذ سعيد رشيد زميزم. حجينا نرحب بك أجمل ترحيب. أيقونات كربلاء. الله يخليك. الله يخليك حجي. مؤرخين كربلاء استطاعوا يؤرخون كل جوانب كربلاء تاريخيا؟ حقيقة اجانا اتصال. عفوا حجي. نعم اجانا اتصال. الو تفضلوا. الو نعم. صباح الخير. صباح النور والعافية. شلونك استاذ احمد؟ حياك الله ام احمد، مستمعتنا الدائمة. اهلا وسهلا بيك. صباح مبارك عليكم ان شاء الله. صباح عافية وورد وياسمين عليكم ان شاء الله. سلامي لكل الضيف ان شاء الله. يحييك الضيف ان شاء الله. اهلا وسهلا. ان شاء الله. الله ان شاء الله اتمنى له الصحة والسعادة ان شاء الله. الله ممنونين. ونشكر على هاي المعلومات والذكريات الحلوة. يحفظك. اي والله ممنون. الله. عندي السؤال ام احمد. اتمنى له التوفيق ان شاء الله. الله يخليك. عندي السؤال. عندي لا والله بس حبيت. ممنون. الله يعطيك الصحة والعافية. ممنون على اتصالك ام احمد. الصحة والعافية ان شاء الله. الله يستر عليك. ويبقى ان شاء الله علم من الله يحفظك. الله يستر عليك ان شاء الله.
خدام لكم جميعا، ما ننسى المخرج ان شاء الله. يحييك المخرج. شكرا على اتصالك ام محمد، شكرا جزيلا، حياك الله، مع الف سلامه. متواصلين معكم مستمعينا الكرام وايقونات كربلاء، وحديثنا الشيخ ويا الاستاذ سعيد الزميزم. حجينا نعم، مؤرخين كربلاء استطاعوا يغطون ويؤرخون حياة كربلاء بكل جوانبها؟ حقيقة الإجابة على هذا سؤالك يتطلب وقت كثير ولكن أوجزه. كربلاء عبارة عن ساحل، عن بحر بلا ساحل. كل ما تكتب عليها فهو قليل، ولكن للأمانة أن الأستاذ الفاضل السيد سلمان هادي طعمة بذل جهودا كبيرة في الكتابة عن يعني جهد الإمكان عن هذه المدينة، حيث بلغت مؤلفاته بحدود 100 كتاب أو 100 عنوان عن كربلاء. ولكن بعد كربلاء تحتاج، ولكن عمل مشكور ورائع وبارك الله به. واحنا ان شاء الله تلاميذه وبقية الأخوة اللي ان شاء الله نتمنى لهم الصحة والعافية، وكذلك المرحومين الذين ذهبوا إلى رحمة الباري أيضا ما قصروا، كتبوا كتب ومواضيع حلوة. وكما تعرف أن كربلاء مدينة عريقة وقديمة وتاريخ باني مجدها عظيم، فكل ما تكتب عنها فهو قليل، لا يسد الحاجة نقطة في بحر. ولكن إن شاء الله نرجو من الله ببركة الإمام الحسين أن نغطي جوانب عديدة من تاريخ هذه المدينة الكريمة إن شاء الله. حاليا بالوقت الحالي أكو مؤرخين ترى لهم يعني في المستقبل بجانب التاريخ عن كربلاء؟ نعم دا ألاحظ بعض الشباب حقيقة يعني تعتبر حالة إيجابية حاجة؟ أي طبعا إيجابية، وإحنا نشجعهم وندعوهم إلى مراجعتنا ومراجعة الأستاذ سلمان لتزويدهم بالمعلومات حتى يكون مواضيعهم دقيقة، ونتمنى لهم كل الخير والبركة إن شاء الله. إن شاء الله. حجي كربلاء قبل واقعة الطف شنو كانت وضعيتها؟ حقيقة لكربلاء تاريخ مجيد، حيث كربلاء تعتبر منذ العهد البابلي مدينة مقدسة وإلها ثقلها، وكانت توجد بها معابد للبابليين، وكانت كما تعرف أن كربلاء لها 10 أسماء باللغة الآرامية واللغة العربية. من ضمن هذه الأسماء بالعهد البابلي كانت تسمى حرم الإله، يعني مدينة مقدسة جدا. ولكن نعود مرة أخرى نقول أن باني مجد كربلاء ومؤسسها الحقيقي هو الإمام الحسين. أكيد. من الأسماء الأخرى لكربلاء أمورياء، صفورياء، كور بابل، حرم الإله، مدينة السلام، كربلاء بالهاء، الحائر، وغيرها من الأمور. نعم. كم قرية بكربلاء كانت؟ كربلاء عندما قدوم الإمام الحسين إليها كانت عبارة عن 5 قرى رئيسية: قرية الطف، وقرية الغاضرية، وقرية النواويس، وقرية العقر، وقرية نينوى. مواقع 5 قرى رئيسية، لا كانت مسكونة هاي القرى ولكن متناثرة بين هنا وهنا. نعم. مواقعها وين كان حجي؟ هسه حقيقة اندثرت يعني أكيد. موجودة، بس يقال أنه قسم قريب الحر بالرحالية مرح، وقسم منا على منطقة الفراشية وفوق وهكذا، يعني منطقة قسم منا على منطقة الوند، يعني ما مثبتة مواقعها ولكن مذكورة بالتاريخ. من أوائل العشائر كانت بكربلاء، منين كانت من العشائر؟ قبيلة بني أسد سكنت قبل الإسلام ب35 سنة كربلاء. وهذا نهر العلقمي حفره زرارة بن علقمة قبل 35 سنة من بزغ فجر الديانة الإسلامية، ولقب باسمه حسب ما جاء في بعض الروايات، مدى دقتها وصحتها عن رواية نرويها. يبقى الراوي هو يتحمل المسؤولية. نعم. يقال حجي كان السفن هنا اكو رواية انه هاي منطقة الطار كانت بحر، هاي في طريق عين التمر. هاي كانت بحر، تأتي البواخر إلها من الخليج، من بحر العرب، من بحر عمان، تجلب التوابل وغيرها وتأخذ منها التمور والدبس. لأن هاي البحيرة اللي هي بحيرة الرزازة هاي صارت هاي حديثة، موجودة هي أصلا، ولكن كانت حجمها صغير مو هذا الحجم. بعد 54 بعد الفيضان الضخم اللي صار أصاب بغداد، فتحوا ثغرة من الحبانية عليها وأصبحت توسعت، هي أصلا موجودة. فهي مرتبطة ببحر
بهور أبو دبس، وهور أبو دبس مرتبط ببحر النجف، وبحر النجف مرتبط بأهوار الديوانية، وأهوار الديوانية مرتبط ببحر الساوة في السماوة، والسماوة مربوطة بأحوار الأهوار الناصرية، وأهوار الناصرية مربوطة في البصرة، والبصرة بالخليج، والخليج ببحر العرب. بحر العرب. نعم نعم, نعم. هذا الطريق. إضافة إلى هذا كان طريق كربلاء ممر يسموه الحرير، طريق الحرير اللي يربط آسيا الوسطى، يعني بلدان الاتحاد السوفيتي سابقا، اللي الآن تسمى بالجمهوريات الإسلامية، ويربط كذلك أفغانستان وإيران ثم العراق ثم بلاد الشام، وهكذا أفريقيا وغيرها وغيرها. كربلاء تاريخها مجيد. وهذه المنارة الموجودة تسمى منارة موقدة في طريق عين التمر. هاي كانت تعود عمرها بحدود 4000 سنة إلى العهد البابلي، كانوا يشعلون بها النار في قمتها. شنو السبب؟ فسميت بموقدة. أما سبب إشعال النار هو لإرشاد القوافل وتوضيح الطريق، لأن تعرف صحراء قد يكون يتيهون. نعم نعم نعم. حجي قصر الخيضر. إيه؟ هذا ما يقال ما لا 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 تاريخه. لا سأعطيك تاريخه. هذا يعاد إلى العهد العباسي الأول، والدليل على أنه أثر إسلامي بمحراب للصلاة قبل موجودة أول ما تدخل. إضافة إلى شبيه للقصور التي شيدت بالعهد العباسي في سامراء الموجودة الآن. يعتبر أثر عباسي إسلامي. يعني هذا التاريخ مالته هذا موجود موثق بكتب التاريخ. مصطفى جواد الله يرحمه يقول، ماسنيون في كتابه خطط الكوفة المستشرق الفرنسي يقول، وغيره من الباحثين. والقيصر، القيصر هاي كنيسة كانت في عهد الخمينيين موجودة لهم، وكانوا يحكمون العراق قبل 500 سنة من يعني بالقرن الخامس الهجري. عفوا الميلادي. نعم نعم. جميل جميل حجي. حجينا كربلاء حاليا ايش تتمنى لها؟ والله كربلاء اتمنى لها الاستقرار والامين والامان والتعمير والتطوير، لان كربلاء قبلة المسلمين. أكيد. كربلاء بالسنة يطبوها 50-60 مليون، وإن شاء الله بالمستقبل بعد ما ينشل إن شاء الله مطار كربلاء اللي تسوي العتبة الحسينية، كربلاء سيدخل لها الملايين، يعني عشرات الملايين. هو الآن يدخل لها عشرات الملايين. أكيد. فكيف إذا وسائط النقل توفرت والأمن والأمان إن شاء الله، وبلدنا إن شاء الله بلد طيب، والعراقيين كلهم طيبين، قلوبهم طيبة، يحبون بلدهم. أكيد. إن شاء الله إيدهم تتوحد وتتصافى قلوبهم، وينشؤون بلدنا هذا إن شاء الله يصبح العراق عراق المستقبل إن شاء الله. إن شاء الله. حجي وصلت طموحك بتأليف الكتب؟ نعم. لا والله بعد لأن أنا يعني هاي المؤلفات والمكتب الكبير أنا أطمح أن أسوي لي 200 مؤلف. الآن وصلت 110. إن شاء الله يعطينا العمر ونكمل البقية إن شاء الله. إن شاء الله حجي. وصلنا لآخر دقائق من البرنامج. شنو تحب توصل في رسالة لمحبين الإمام الحسين؟ أوصل رسالة لأبناء هذه المدينة والأخوة المقيمين بها، الحفاظ على الشعائر الحسينية وإقامة مجالس العزاء الحسينية، لأن إحنا العراقيين يرجع لنا الفضل على إدامة هذه الشعائر. وتذكر المصادر التاريخية بأن الإمام الصادق كان يقيم مجلس عزاء في داره، وكان يجلب أحد الأخوة الرواديد، إحنا نسويهم بالوقت نسميهم، قبل يسموهم المنشدين. وكان أبا هارون أحد المنشدين، ويقول له: يا أبا هارون انشدني كما ينشد أهل العراق. هذا يعني بعد استشهاد الحسين ب60 سنة، 620 الهجرة. وهذا دليل على أن للعراقيين البصمة العميقة والأصيلة لإحياء شعائر الحسين، فأدعوهم إلى المثابرة وإقامة الشعائر وتوحيد الصفوف. وأدعو إخواني الخطباء، خطباء المنبر الحسيني الذين هم عبارة عن قدوة، أن يوصلون هاي الحقيقة المنابر ويدعون الشباب إلى إقامة المزيد من المجالس الحسينية في البيوت، في الدور، في المحلات، في الشوارع العامة. وعندنا حقيقة خطبائنا خطباء كفؤين، أتمنى لهم الصحة والعافية. أكيد إن شاء الله. في الختام أشكرك على حضورك حجينا الأستاذ سعيد رشيد زميزم، أحد أعلام محافظة كربلاء بجانب التاريخ والتأليف عن مدينة كربلاء وآل البيت. شكرا أنا جزيلا. أيضا أشكرك، وأنا أحد خدام أهل كربلاء. الله يخليك.
وأتشرف بهذا اللقاء، وأرجو لكم ولك شخصيا الصحة والعافية، والأخ العزيز وكل العاملين وكل أبناء مدينة العزيزة إن شاء الله. إن شاء الله. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا من هذا الأسبوع من برنامج أيقونات كربلائية. بضيافتنا اليوم كان المؤرخ الكربلائي والأستاذ العزيز سعيد رشيد إزميزم. إن شاء الله استمتعتوا ويانا مستمعينا الكرام بهذه الدقائق الماضية. مستمعينا الكرام، تنويه حتكون آخر حلقة من برنامج أيقونات كربلائية، ونلتقيكم بعد شهر رمضان المبارك. سوف تكون استراحة لبرنامج أيقونات كربلائية في شهر رمضان المبارك. نلتقيكم إن شاء الله بعد شهر رمضان، وإن شاء الله مقدما شهر رمضان مبارك وخير وعافية وتوفيق لكم إن شاء الله لكل من يستمعنا وكل من يتابعنا. في الختام تقبلوا تحياتي. كنت معكم في الإعداد والتقديم من خلف المايك عمار رميض، ورافقني على منصة الإخراج حيدر البياتي. نلتقيكم بالأسابيع القادمة بإذن الله تعالى. إلى اللقاء. برنامج أيقونات كربلائية. أيقونات كربلائية، برنامج يحاور شخصيات لها بصمات إبداعية في الوسط الفني والأدبي والرياضي والصحفي والإعلامي. ويقدم حوارات مع شخصيات كربلائية مميزة، يسلط الضوء على أيقونات شبابية وعلى جوانب إبداعية مختلفة. أيقونات كربلائية، برنامج من إعداد وتقديم عمار رميض. في الإخراج وعلى الهواء مباشرة حيدر البياتي.